عاملين ايه؟ ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن النميمة للناس اللي بتقعد تحكي وتتكلم وتنقل الاخبار تنقل الكلام، وتقعد مع دي تتكلم على دي وتقعد مع دي تتكلم على دي، سواء بقى اصحاب قرايب زمايل جيران ايا كان. والمشكلة انهم بيبقوا عشرة عمر وسنين وانتيم كده، ويروحوا ينقلوا الكلام على بعض. فطبعا الحوار النهارده كله والفيديو هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الناس لما تكون واحدة مثلا صديقات اصحاب زمايل، جيران ايا كان، سواء كانوا في الدراسة في الجامعة جيران عشرة عمر. المهم، دي تزور دي ودي تزور دي والاتنين يزوروا بعض. ده يحصل ايه بقى؟ اللي بتنقل الكلام بقى تروح تزورها مثلا وتقعد معاها وتاكل معاها وتشرب معاها وتحكي معاها وتقول لها كل حاجة وتعمل انها حبيبتها وبتموت فيها وكل حاجة. ومفيش اول ما تمشي من عندها كل حياتها وكل اسرار اللي كانت عندها تتنقل. بتاكل ايه؟ بتشرب ايه؟ عايشة ازاي؟ إيه؟ بتلبس ايه اللي في بيتها؟ مين داخل مين خارج؟ اذا كانت متجوزة جوزها بيعمل ايه؟ حياته ماشية ازاي؟ عندها عيالها حياتهم ايه؟ دراستهم عيشتهم ايا كان بقى. كل حاجة حرفيا في حياتها بتتنقل للناس. دي نميمة. والنميمة دي يعني ربنا نهى عنها، انك تنقل الكلام او تقولي فلانة شفت عندها كذا، حتى لو حاجات كويسة. يعني مش شرط ان اتكلم عليها بالسيء او اقول الحاجات الوحشة اللي انا شفتها عندها، لا، مجرد ان اقول حتى حاجة كويسة ان نقلت اخبارها. دي نميمة في حد ذاتها، دي نميمة. والنميمة دي وحشة جدا جدا وربنا نهى عنها، وفي يوم القيامة عقابها شديد جدا جدا جدا. يعني اللي بتقعد تحكي على فلانة دي ربنا يعني ما بيسيبش ابدا الموضوع ده. صدقوني يعني في الاخرة عقابها شديد 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 جدا. يعني زي مثلا طبعا عقوق الشرك بالله وعقوق الوالدين والزنا، دي في النمبر وان المراتب الاولى. لكن دي على طول زيها تقريبا. النميمة، نقل الاخبار، الكلام عن الناس، ان اقول فلانة رحت لقيت عندها كذا وكذا وكذا ورحت لقيت كذا وكذا، دي نميمة في حد ذاتها. نميمة، يعني دي نميمة. نقل الاخبار، نقل الكلام، نقل الحاجات دي كلها نميمة فظيعة بشعة، دي ربنا نهى عنها. ان كل واحده تقعد تتكلم، فلانه تقعد مع فلانه تقول انا رحت لقيت عندها كذا ورحت لقيت كذا. معلش صوتي بيعلى فجاه علشان الصوت بيعلى، لان الصوت بحس انه مش قوي فبعليه شويه. فواحده مثلا نقلت اخبار فلانه كانت بتاكل كذا، رحت لقيت عندها في بيتها كذا، بتلبس كذا، عندها فلوس كذا، ما عندهاش كذا، راحت مشوار كذا، جت من مشوار كذا، عملت كذا، جه في ناس فلان جم عندها كذا، مشوا من عندها كذا. نقل الاخبار، تنقل اخبارها، بس مش واحده بس، يعني ممكن تبقى عارفه كذا واحده تنقل اخبار الناس دي كلها. هي كده بتاخد ذنوب الناس دي كلها. الكذا واحده دي خدت اخبارهم، خدت ذنوب كلهم، مش ذنوب واحده ولا اتنين. دي ذنوب كل اللي اتكلمت عليهم وكل اللي نقلت اخبارهم وكل اللي افشت اسرارهم، سواء حاجه حلوه او وحشه عندهم او ايا كان. يعني كل ده نميمة ونقل أخبار. هي كده بتنقل أخبار. فدي طبعا منهى عنها جدا، وأمر سيء جدا جدا وعقابه شديد جدا في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة عقابه معروف، جهنم، مفيش غفران ليه. في الدنيا بقى هيجيب لها برضو اللي يتكلم عليها تاني، اللي ينقل أخبارها ويقول وكده وأخبارها تتفشي وتبقى منتشرة وكل حاجة. ده حرام، لأن أصلا البيوت أسرار. غلط إنك تدخلي بيت واحدة وتنقلي الكلام، ده غلط غلط. دي اسرار بيوت، لازم لو شفتي حاجه ما تتكلميش كانك ما شفتيش خلاص، سواء الحاجه دي حلوه او وحشه. وخصوصا ان صاحبه الحاجه ما قالتلكيش روحي قولي وانشري، قولي للناس انا كذا وانا كذا وانا عايشه كذا وانا كذا. ما قالتلكيش ازاي انت بتجرؤي انك تقولي سر واحده؟ انت تحبي يحصل معاكي كده؟ تحبي تبقى قاعده واحده تجيلك تنشر اخبارك تقول دي فلانه رحت لقيت عندها كذا وكذا وكلت ولبست وشالت وحطت وخرجت وعملت وحصل مشكله كذا عندها، وتحبي انت يتنقل؟ لو حبيتي كده قولي للناس. وما ربنا نهى عن الحاجات دي ليه؟ دي من المنكرات على فكرة، الحاجات دي من المنكرات. النميمة ونقل الأخبار وتتكلمي على واحدة، دي كلها منكرات، مش حاجات كويسة. دي حاجات سيئة جدا جدا، حاجات مقرفة يعني، مش كويسة.
فيا ريت اي واحده ما تنقلش، دخلتي بيت واحده ما تنقليش الاخبار، سواء انت عارفاها او لسه معرفه جديده او انت عايشه معاها. بلاش يعني، بلاش تنقلي الاخبار، بلاش. ويا ريت الناس تربي يعني ولادها على كده من الصغر، ان ما يقعدوش ينقلوا الاخبار ويتكلموا. ليه؟ لان ده غلط. يعني الام تبقى قاعده مثلا مع ولادها وسايباهم كده يتكلموا عن بعض، وتتكلم هي بتتكلم، فالناس في الاطفال بتنقل يعني بتشوف التصرفات، بتقلد تقليد. يعني لما العيال يشوفوا امهم مثلا بتتكلم وبتنقل وتقول كذا وكذا وكذا، اوتوماتيك هم هينقلوا برضه اي حاجه يشوفوها يروحوا ناقلينها. والغريبه في كده كمان ان ساعات مثلا واحده تبقى مثلا ام اهي عندها عيالها، تروح تقول لها روحي في بيت فلان عيالهم مثلا، تقول لها روحي الاطفال مثلا فلان زوروهم وقولي ايه اللي حصل وما عملت ايه وقالت ايه ونشرت ايه وحصل ايه وكلوا ايه ولبسوا ايه واتكلموا في ايه ومشاكل ايه اللي حصل خناقه عندهم ايه النهارده، وتعالي قولي لي عشان التانيه تنقل للكبار بقى. يعني بيشغلوا الاطفال كمان في الموضوع ده، ان ينقلوا الاخبار زيهم، والنميمه تبقى زيهم ومنتشره زيهم. دي مرض وآفة، النميمه دي مرض وربنا نهى عنها. يعني مش معلش الصوت بيعلى ويوطى، انا بعلي عشان بحس ان في ضغط في الصوت بيقل شويه، فبروح معليه شويه الصوت. ف يعني كمان بيعلموها، يعني بيعلموا العيال الصغيره انهم ينقلوا زيهم الكلام ويتكلموا عن بعض. وتقول لها حصل ايه صاحبتك، وتلاقي البت صغيره مثلا مع البت تروح لصاحبتها مثلا تقول تروح قايله لواحده تانية ده رحت عند التانية، يبقى زي الكبار بالظبط، بقى شلل بقى، شلل ومجاميع الكبار مع بعض ينقلوا الكلام، والصغيرين طبعا متعلمين ينقلوا الكلام، وهيكبروا وهيبقوا برضه زيهم كبار وينقلوا الكلام، وتبقى بقى شريحه من المجتمع كده كله كده وينتشر بقى. فدي برضو سمة دي مش سمة، سوري، دي آفة ومرض، مش ميزة يعني ولا حاجة نفتخر بيها اننا بنقعد نتكلم على بعض وننقل كلام بعض ونفشي اسرار بعض. دي مش حاجة حلوة، دي مش حاجة حلوة، دي حاجة سيئة جدا ووحشة جدا. فياريت نبطلها. يعني حتى ما تكون مثلا واحدة ما بتحبش كده وسمعتي كام، قولي لها يا ريت ما تتكلميش، مش عاوزة اسمع فلان، مش عاوزة اتكلم عنها، او قومي بقى وسيبي القعدة دي وقومي وامشي سيبيها. لو ما سمعتش الكلام وسكتت سيبيها وامشي. يا ريت ما تتكسفوش، لان دي حاجة مش حلوة، انتوا كده بتبقوا ساكتين صامتين عن الشر، عن حاجة مش حلوة. يعني انتوا بتقعدوا تسمعوا وساكتين؟ لا، المفروض اما واحده مثلا تسمع، اتنين مثلا تلاتة اربعة قاعدين، واحده منهم مثلا مش عاجبها الكلام، لقيت بيتنقلوا الكلام، قولي لها لا بلاش، وقفوا الكلام ده بلاش، انا مش عاوزه اسمع الحاجات دي، وقيت ما تتكلموش على حد تاني. او تقومي بقى وتسيبيهم، قولي لهم النصيحه وسيبيهم وامشوا. لان الحكايه دي لو اتمديتي برضو اللي بيسمع برضو بياخد ذنب. يعني مش بس اللي بينقل الكلام، يعني انت بتنقلي الكلام واللي بتسمعه قاعده وساكته وراضيه بالوضع ده، برضو هي بتاخد ذنوب. يعني هي برضو بتاخد ذنوب زي اللي بتقعد تنقل وتتكلم عن دي وعن دي وعن دي، واللي سامعه وصامته وساكته وما بتدافعش وما بتهاجمش، ما بتقولش كده غلط بطلوا الكلام ده، انا مش هقعد في المجلس ده، وتقوم وتمشي. لا، هي برضو بتاخد ذنب. المستمع واللي بيتكلم واللي بينقل الاتنين بياخدوا الذنب. فغلط، بلاش شغل القرشانات. ما هو ده مسميها شغل القرشانات، القرشانة اللي بتنقل للتانية، القرشانة تتكلم على القرشانة والقرشانة التانية تيجي تنقل لها، ويبقوا شغل قرشانات، عواجيز الفرح زي ما بيقولوا. بلاش الحاجات دي. والحاجات دي منتشرة قوي 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 قوي، وكتيرة قوي قوي قوي. يعني الحاجات دي غلط، دي مش حلوه، مش ظريفه، مش لطيفه، مش حاجه مستحبه. مش هيسقفوا لك يقولوا يا دي فلانه بتنقل اخبار، دي يا دي شابوه، دي فعلا قبعه ادوها جايزه نوبل. لا، هيتكلموا برضه عنك او هيستحقروك في الاخر. لو وقعت في ايد ناس بقى متربيه وناس لارج وفاهمين وعارفين دينهم، الصح من الغلط، عارفين الدين. ما هو اللارج مش ان ما هو المتدين رج عادي، انك عارفه الصح من الغلط، مؤدبه ومحترمه نفسك، هي دي الرجانه، هي دي الادب، هي دي الاخلاق. دي مش شطاره، نقل الكلام والاخبار دي مش شطاره. لو واحده من اللي بينقلوا الكلام ولا اتنين ولا تلاته من اللي بيقعدوا ينقلوا الكلام والنميمه ويتكلموا وقع في ايد ناس بقى متربيين صح وعارفين الاصول الصح من الغلط، يعني هيبقى منظرهم وحش جدا قدامهم، منظرهم هيبقى يعني في الارض، منظرهم هيبقى مش حلو، قبيح جدا. دي حاجه مش حلوه. احنا ما نشجعش نقل الكلام وما نسكتش، وما نلاقي حاجه غلط قدامنا لازم نصلحها، نقول بالكلام، ما تتكلموش ما تنقلوش، بطلوا نميمه، بطلوا تنقلوا اخبار الناس، بطلوا كده غلط.
طبعا اكيد انتوا طبعا ما فيش حد بيحب يتكلم عن الناس، اكيد يعني معظم الناس ما يحبوش يتكلموا. لو عجبكم بقى الفيديو قولوا لي، يعني لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، قولوا لي في الكومنتات كلامي صح ولا لا، عجبكم ولا لا. وعجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان كل فيديو جديد يوصلكم. سلام.